العالم بينهار والاقتصاد بيقع وملايين من الناس مش لاقيين شغل، فالحكومة علشان تحل المشكلة دي وتسيطر على الوضع قررت تعمل قانون مجنون ودموي جدا اسمه باتل رويال. قانون بيطبق على المدارس والطلاب اللي فيه، ومش بإيدك توافق أو لا، انت هتصحى بكل بساطة وانت في الفصل هتلاقي نفسك انت وكل زمايلك في جزيرة مهجورة وفي رقبتكم أطواق متفجرة، والمطلوب حاجة واحدة بس: تقتلوا بعض. أيوة زي ما سمعت يا صديق، الصحاب لازم يقتلوا بعض لحد ما يتبقى طالب واحد بس عايش، وإلى القنبله اللي في رقبتهم هتفجرهم كلهم. يا ترى مين اللي قلبه هيطوعه ويقتل صاحب عمره، ومين اللي هينجو من المجزره البشريه دي؟ ده اللي هنعرفه في ملخص ثنائيه افلام باتل رويال، فيلا بينا. وقبل ما نبدا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والصلاه على النبي وذكر ربنا والشكر على نعمه علينا، ويلا بينا نبدا. فيلمنا بيبدا في البدايه الالفيه، وقتها الدوله بدات تقع بسبب زياده البطاله 15%، وبقى في 10 مليون شخص من غير اي وظيفه، ده غير في اكتر من 800 ألف طالب قطعوا المدارس والتعليم، وده زود من معدل جرائم الأحداث، لحد بقى ما الدولة عملت قانون اسمه القانون التربوي الخامس أو باتل رويال، والقانون ده بيطبق على طلاب المدارس كل سنة. وحاليا بقى بنشوف البنت اللي نجحت في الباتل رويال بتاعت السنة دي، وبيكون معاها دمية متغطية بالدم وبتضحك ضحكة غريبة، وده طبعا معناه إن الباتل رويال دي حاجة دموية ومش طبيعية. في المجمل بتعدي فترة، ودلوقتي بنشوف صورة مجمعة لطلاب مدرسة ما، من ضمنهم الطالب نانهارا شوية، وهنعرف اسماء معظم الطلاب بالتدريج كده واحنا ماشيين بالاحداث. بس المهم نعرف ان شوية امه سابت ابوه وهو عنده 4 سنين، واول يوم ليه في المدرسة الثانوية ابوه شنق نفسه وانتحر، حاجة تقطع القلب. بس معلش بقى هنعمل ايه؟ طبعا شوية اتصدم من المنظر ساعتها، لكن ده مش موضوعنا. المهم بنشوف دلوقتي في المدرسة المعلم كيتانو وهو بيتجرح بسكينة في رجله من طالب من طلاب المدرسة، وما تستغربش لان زي ما قلت لك معدل جرائم الاحداث زاد جدا بين الطلاب، فكان عادي جدا طالب يروح المدرسة بسكينة. عامة كيتانو لما اتجرح ما اداش اي رد فعل، وراح غسل رجله من الدم وقرر يسيب المدرسه في هدوء، وساب الطلاب يقضوا باقي ايامهم في المدرسه زي ما هم عايزين، لحد ما بنيجي لاخر يوم في المرحله الدراسيه للطلاب دول. بنشوفهم راكبين الباص بتاعهم ومبسوطين جدا وبيغنوا وبيتصوروا لان النهارده اخر يوم في تعليمهم. وفي اللحظه دي كل حاجه كانت تمام لحد ما كل ناموا في الباص بشكل مفاجئ. بس شويه صحي فجاه وبدا يشوف في ايه، لكنه ما بيلحقش يعمل حاجه لان في ست في الباص شافته صحي، فجت ضربته وفغمى عليه. بعد مده شويه بيفوق وبيلاقي نفسه في فصل مهجور، وفي سلسله غريبه في رقبته، وكمان بيلاقي السلسله دي في رقبه كل اصحابه اللي بداوا يفوقوا واحد ورا التاني. في العموم لما الكل فاقوا سمعوا صوت طيارات الجيش بتهبط جنبهم وبينزل منها الجنود، والمفاجاه بيكون معاهم المعلم كيتانو. فطبعا الطلاب بيتصدموا وبيستغربوا لما شافوه، فبيطلب منهم يقعدوا. بعد كده بيعرفهم انه هيدرس لهم من تاني، وكمان بيعرفهم على الطالب كوادا وكيري لانهم مش من نفس المدرسه. بعدها بيبدا يسالهم لو انهم عارفين قانون الباتل رويال، لكن محدش فيهم بيكون عارف حاجه. فكيتانو بيشرح لهم القانون ببساطه وبيعرفهم انهم لازم يقتلوا بعض لحد ما واحد فيهم بس يفضل عايش. الطلاب وقتها بيتصدموا من كلامه وحسوا انه هزار، فكيتانو علشان يعرفهم انه مش بيهزر وراهم جثه المعلم بتاعهم اللي كان معاهم في الباص. فالطلاب من الرعب فضلوا يصرخوا ووقعوا على الارض، فكيتانو طلب منهم يهدوا وكمل شرح. بعدها شغل لهم فيديو كده بحيث يفهموا منه كل حاجه. في الفيديو بتظهر بنت كده، والبنت دي بتعرفهم ان الفصل بتاعهم تم اختياره علشان يشارك في الباتل رويال، وحاليا هم على جزيره مهجوره مساحتها 10 كيلو، ولسه البنت هتكمل في الفيديو. فجاه كيتانو سمع صوت همس جاي من الطلاب فاتجنن، وهوب حدف البنت اللي بتهمس بسكينه في نص دماغها وقتلها في مشهد صادم. طبعا كل الطلاب اترعبوا وحاولوا يهربوا، لكن الجنود ضربوا نار من اسلحتهم، فالكل خافوا وفضلوا يجروا لحد ما طلقه جت في دراع الطالبه نوريكو، فصديقها نوبو راح مسك في الجندي اللي عمل كده، فكيتانو عوره بالسكينه في رجله. بعدها جندي جه ضربه ووقعه على الارض. فبس بعد المجزره الغريبه دي كيتانو بيرجع يشغل الفيديو من تاني وبيكمل الفيديو، والمره دي البنت بتعرفهم ان كل 6 ساعات المعلم هيكلمهم ويعرفهم الريد زون فين بالظبط، والريد زون دي منطقه خطر ولازم يخرجوا منها فورا. وعرفتهم كمان ان السلسله اللي في رقبتهم دي ضد الكسر، وبتكشف لهم اماكن الطلاب وتحركاتهم، بمعنى ان لو طالب فضل في الريد زون وهو لابس السلسله دي هتتفجر وهتموته فورا. الكلام ده يا صديقي عصب نوبو جدا وقام شتم كيتانو، فكيتانو خرج ريموت من جيبه وشغل بيه السلسله اللي في رقبه نوبو، وعلى طول السلسله انفجرت ونوبو مات. وشويه انهار من العياط وكان عاوز يهجم على كيتانو هو التاني، لكن اصحابه جم لحقوه قبل ما يحصل نوبو. المهم البنت اللي في الفيديو بتكمل تاني وبتعرفهم ان الباتل رويال دي هتستمر لمده 3 ايام، ولو ما انتهتش في المده دي كل الطلاب هيموت. وكمان عرفتهم ان كل طالب فيهم هياخد اكله وشربه وخريطه للجزيره بالاضافه لشنطه فيها اسلحه، واكدت عليهم ان الاسلحه دي على حسب الحظ، بمعنى ان واحد ممكن يلاقي مسدس وواحد
واحد تاني يلاقي صاعد كهربائي وبس. حاليا كل طالب وطالبة بيبدأوا يستلموا المعدات والشنط بتاعتهم واحد ورا التاني ورا تالت، ومن ضمنهم شوية اللي أول لما بياخد حاجته وبيطلع من الفصل بيلاقي صديقته تندو جاية عليه وهي بتعيط لأن في سهم اخترق رقبتها وبتموت بين إيده. شوية ما بيلحقش حتى يتصدم لأنه بيلاقي الطالب اللي قتلها جاي بيجري وراه هو كمان، فبيحدفه بحاجة في دماغه وبيطلع يجري هو ونوريكو اللي كانت خرجت هي التانية بالمناسبة. الفكرة هنا إن الولد اللي كان معاه القوس وقع منه، فلسه بيجيبه لقى طالب تاني جاي عليه، فواحد فيهم قتل التاني وطلع يجري، وكده بيموت 2 من الطلاب والباقي حاليا 38 طالب من ضمنهم طبعا شوية ونوريكو. بمناسبة شوية ونوريكو فبنلاقيهم حاليا استخبوا في كهف كده. وقتها شوية بيبدأ يشوف ايه سلاحه وبيتصدم حرفيا لأنه بيلاقي في شنطته غطا حلة، أما نوريكو بيكون معاه منظار، ودي مشكلة كبيرة حرفيا لأن هما الاتنين معهمش أي حاجة يدافعوا بيها عن نفسهم. والمشكلة الأكبر إن نوريكو جرحها اللي في إيديها بينزف جامد، فشوية بيغسل لها الجرح وبيربطه وبيطمنها بإنه يحميها مهما حصل. في نفس الوقت ده في مكان ما في الجزيرة بنشوف مجموعة من الطلاب ملمومين على طالب الغريب كيري وبيحاولوا يسرقوا السلاح بتاعه واللي بيطلع عبارة عن هواية أصلا، فبيفضل يضحكوا عليه ويتنمروا وبيرفعوا على دماغه رشاش. فكيري بسرعة وفي أقل من لحظة بياخد الرشاش ده وبيخلص عليهم كلهم. بعدها بيجمع كده قنبلتين 3 كانوا معاهم وبياخد بعضه وبيمشي. العبرة إن زي ما في طلاب تقبلوا الوضع وتقبلوا فكرة إنهم لازم يقتلوا أصحابهم علشان ينجوا، في طلاب تانيين ما تقبلوش ده وانتحروا ورموا نفسهم من فوق الجبل. عموما في الأثناء دي بنشوف طالبة متسوك وهي بتدور على مخبأ، فبتلاقي صديقة ليها قاعدة ومستخبية في كوخ كده، فبتدخل تقعد معاها. ومتسوكو لاحظت إن سلاح صديقتها دي عبارة عن صاعد كهربائي، فقعدت تضحك وتتريق عليها. في وسط الضحك ده متسوكو بتقرر تقتلها وبتقوم تجري وراها لحد ما بتمسكها وبتطعنها بالمنجل في رقبتها. وبكده يا صديقي بيخلص اليوم الأول وبيكون فاضل 28 طالب بس. تاني يوم المعلم كيتانو بيبدأ يتكلم مع الطلاب وبيعرفهم أسماء أصحابهم اللي ماتوا، وكمان بيحدد لهم منطقة الريد زون على الخريطة اللي معاهم. فشوية ونوريكو بيبدأوا يحددوا الريد زون وبيقوموا بعدها يكملوا طريقهم وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا الغابة، وهناك صديقهم اللي اسمه اوكي بيطلع يهجم عليهم بالبلطة اللي معاه وبيكون عاوز يقتلهم. فشوية بيبعد نوريكو بعيد وبيشتبك هو مع اوكي وبيصد هجمات البلطة بتاعته بغطا الحلة بتاعه، وبيفضلوا يشدوا ويزقوا في بعض لحد ما بيقعوا من فوق تلة صغيرة كده. الصدمة هنا ان بسبب الوقعة دي البلطة بترشق في راس اوكي وبتموته. فشوية بيتصدم وبيكون مش مصدق انه عمل كده، وكمان بنلاحظ ان في بنت شافت المنظر ده وطلعت تهرب من سكات. اما شوية من الصدمة راح مسك في نوريكو وقعد يسألها لو ان هو اللي قتله فعلا، فنوريكو هدته وقالت له ان اللي حصل ده كان مجرد حادثة. وهوب فجأة وهما بيتكلموا في طالب تالت بيظهر من العدم وبيضرب عليهم نار. فشوية بياخد نوريكو وبيطلع يجري. بعدها كوادا بيجي على صوت الرصاص وبيقتل الطالب بالبندقية اللي معاه. بعد كده بيروح لشوية ونوريكو، فوقتها لما بيلاقي ان اسلحتهم عبيطة وملهاش لازمة بيقرر يسيبهم ويمشي. لكن قبل ما بيمشي بيسمع صوت بنتين بيتكلموا في مكبر الصوت اللي معاهم وبيقولوا للكل انهم مش عاوزين يقتلوا بعض وعاوزين يجمعوا باقي الطلاب علشان يفكروا في حل مع بعض. فشوية عجبه الكلام ده وكان عاوز يروح لهم لكنه ملحقش، وده لان كيري قتل البنتين دول بالرشاش بتاعه ويكمل طريقه عادي جدا على امل انه يلاقي اي حد تاني يقتله. طبعا اللي حصل ده صدم شوية وما كانش عارف ايه اللي بيحصل ده، فكوادا عرفه انه عارف طريق مخرج الجزيرة دي ونصحهم ما يثقوش في اي حد وسابهم ومشي. على الجانب الاخر متسوكو كانت رجعت الكوخ بتاعها وهناك لقت صاحبتها هيرونو مستنياها. هيرونو بترفع عليها المسدس بتاعها وبتاخد منها المنجل. بعد كده بتعرفها انها شافت جثة ميغومي وهي مقتولة بالمنجل ده. ومش كده وبس، لا هيرونو بدأت تزعق لها علشان فاكرة ان هي اللي شنقت اصحابها اللي متعلقين بره دول. فمتسوكو بدأت تمثل انها بتعيط وقعت في الارض وفضلت تترجى فيها انها ما تقتلهاش، بس هيرونو كانت متضايقة جدا وقعدت تضرب فيها علشان قتلت اصحابها. فمتسوكو كهربتها بالصعق الكهربائي ووقعت منها المسدس وخدته منها وقتلتها. في نفس اللحظة دي شوية ونوريكو كانوا لسه ماشيين لوحدهم. ساعتها نوريكو بتتعب بسبب النزيف اللي في دراعها وبتقع في الارض، فشوية بيجري يطمن عليها. بعدها بيبص في الخريطة وبيعرف ان في عيادة على الجزيرة، والشيء المفرح انها جنبهم. فبدون تفكير بيشيل نوريكو على ظهره، وبعد شوية بيوصل العيادة دي وهناك بيلاقي كوادا. فكوادا بيدخلهم العيادة وبيعالج نوريكو وبيديها ادوية. ومش بس كده، لا بيبدأ يجهز لهم اكل كمان. على الناحية التانية بنشوف الطالب هيروكو وهو ماشي كده بيبص على جهاز استقبال معاه، والجهاز ده بيوصله المبنى كده. فبيدخل المبنى وبيشوف 3 طلاب تانيين بينقلوا مولد ضخم كده وبيطلعوه فوق السلم، فبيروح يساعدهم. بعدها بيشغلوا المولد ده وبيقدر الطالب شينجي يشغل اللابتوب بتاعه بالمولد ده. بعد كده هيروكي قال انه هيروح يدور على اصحابه شيغوسا وكوتو وبيسيبهم وبيمشي على طول. اول لما بيمشي شينجي بياخد باله من حاجه غريبه في السلسله اللي هو لابسها، فبينادي على اصحابه الاثنين وبيبدا يكلمهم عن طريق رسائل على اللابتوب وبيعرفهم ان السلاسل دي بتنقل الكلام بتاعهم، وبيطلب منهم يدوروا على شويه حاجات في الجزيره زي سماد ومبيد حشرات وفحم وكبريت واخيرا كيروسين. فاصحابه بيستغربوا من الطلبات دي لكنهم بيخرجوا يدوروا عليها. اما شينجي فبيشتغل على
على اللاب وبيحاول يخترق نظام اللعبة. في نفس اللحظة دي في مكان تاني في الجزيرة، تشيغوسا كانت في موقف صعب جدا، لأن الطالب اللي كان معاه القوس في الأول لو تفتكر واقف حاليا ومثبتها بيه وعاوز يقتلها، وفعلا بيضربها بسهم لكن ما بيجيش فيها وبيعورها في وشها. فتشيغوسا بتتعصب وبتخرج سكينة من شنطتها وبتطلع تجري وراه زي المجنونة لحد ما بتمسكه وبتوقعه في الأرض وبتقتله. بعد ما قتلته ميتسوكو ظهرت قدامها ورفعت عليها المسدس، فتشيغوسا خافت وطلعت تجري بسرعة، لكن ميتسوكو فضلت تضرب عليها نار. العبرة ان بعد ساعات بنلاقي تشيغوسا بتنزف دم جامد ومش قادرة تمشي، وده لان في طلقة من بتوع ميتسوكو جت فيها فما بتقدرش تستحمل وبتقع في الارض. ساعتها هيروكي بيشوفها وبيعيط وبيزعل قوي لما بيشوفها وبيعتذر لها علشان سابها لوحدها. بعدها تشيغوسا بتموت وهيروكي بينهار من العياط عليها. في نفس اليوم بالليل بقى نوريكو كانت فاقت وبقت كويسة وقاعدة دلوقتي بتاكل هي وشوية. فبعد ما خلصت اكل شكرت كوادا علشان انقذها، فكوادا صدمهم ووراهم صورة صديقته كيكو وعرفهم انه لعب اللعبة دي قبل كده معاها من 3 سنين، وبيوريهم الإصابة اللي اتصابها ساعتها، وبيبدأ بعدها يحكي لهم ان هو وهي زمان كانوا هما الناجين الوحيدين، وبعد ما المهلة خلصت السلاسل بدأت تشتغل، وفي الوقت ده الجنود ضربوا عليهم نار هما الاتنين، بس حظه كان حلو وما ماتش على عكس كيكو اللي شكرته وودعته بابتسامة وماتت. فبس كوادا وقتها كسب وبيشارك اهو للمرة التانية في اللعبة غصب عنه برضه مش بمزاجه. نوريكو لما سمعت القصة دي كوادا صعب عليها جدا فبدأت تواسيه وبتشكره للمرة التانية على اللي عمله معاهم. فكوادا بيقوم وبيدي لشوية سلاح علشان يبقى يدافع بيه عن نفسه. بعد كده بيسمعوا صوت ضرب نار قريب منهم جدا، فكوادا بيغطي الشبابيك بتاعه العياده وبيبص من الشباك، ووقتها بيلاقي كيري بيطارد طالب تاني وعاوز يقتله. فكوادا خاف وبدا يتوتر فخد الخريطه من شويه واتفق معاهم يتقابلوا في مكان كده. في نفس الوقت ده بره كيري كان لسه بيطارد الطالب التاني ده وبيفضل يجري وراه لحد ما بيوصل له وبيضربه بالرصاص في صدره وبيوقعه في الارض وبيفتكر انه مات، بس لا الطالب ده بيكون لابس واقي رصاص ومش بيموت، وبيقوم بقى وبيفضل يضحك زي المجنون. وبسبب ضحكته وغبائه كيري سمعه وانقض عليه المره دي بالسيف اللي معاه وقطع راسه. بعدها سمع صوت جاي من العياده فبدون تفكير استخدم راس الطالب اللي هو لسه قتله وحط فيها قنبله وحدفها في قلب العياده وبوم بتنفجر القنبله. هي ما بتموتش اي حد الحمد لله، لكن بسبب الانفجار العياده بتتدمر. وشويه بينفصل عن كوادا ونوريك فبيطلب من كوادا ياخد باله منها وبيطلع ينط من الشباك بحيث يلفت انتباه كيري ويجري وراه، وده بالفعل اللي حصل بالحرف. وكيري فضل يجري وراه لحد ما حاصره خالص وبيضرب عليه بالرشاش، لكن حظ شويه بيكون حلو وده لان الطلق بتاع كيري خلص. فشويه بيستغل الفرصه وبيضربه بالمسدس اللي خده من كوادا، بس كيري ما بيحصلوش حاجه لانه لبس واقي الرصاص اللي خده من الطالب اللي لسه قتله. فشويه ما كانش قدامه حل غير انه ينط في الميه. هيروكي على فكره كان قريب وسمع صوت ضرب النار ده فجه بسرعه وزق كيري ووقعه على الارض ونط هو التاني ورا شويه في الميه. تاني يوم شويه بيقوم بيلاقي كل جروحه متضمده ونايم على سرير، وبيلاقي كمان الطالبه اتسومي قدامه فبيسالها ايه اللي حصل، فبتحكي له ان هيروكي انقذه امبارح وخرجه من الميه ووصله لحد هنا، وخرج هو علشان يدور على صديقته كوتو. فشويه بيبدا يقلق وبيسالها عن كوادا ونوريك، فاتسومي طمنته وعرفته ان اسمهم ما اتذكرش في التقرير بتاع الاموات، وقالت له على الاسامي اللي ماتوا وان مش فاضل غير 16 طالب بس، وقالت له انها هنا عايشه مع اصحابها البنات، وعرفته ان يوكو عايشه معاهم هنا. بعدها قالت له انا هسيبك تستريح واخرج اجيب لك حاجه تاكلها، وبالفعل بتخرج وبتقفل عليه الباب وبتروح لباقي البنات وبتعرفهم ان شويه فاق وبقى كويس. طبعا الكل بيفرحوا الا يوكو اللي كانت متضايقه منه لانها فاكره انه قتل اوكي، فبتقوم علشان تغرف اكل لشويه، وقتها بقى بتحط له سم في الاكل. وبعد ما بتعمل كده في بنت صاحبتهم بتيجي من بره وبتكون مبسوطه قوي ان شويه كويس، ومن شده انبساطها بتاخد الاكل بتاعه وبتاكل منه، وحرفيا في اقل من لحظات بتنزف دم من بقها وبتموت وسط صدمه وصراخ من باقي اصحابها. وهنا بقى الكل بداوا يسالوا نفسهم مين اللي سمم الاكل. فالطالبه ساتومي بتمسك سلاحها وبترفعه على تشاسياتو لان هي اللي طبخت الاكل اصلا، فتشاسياتو انكرت ورمت اللوم على صاحبتها التانيه، وكلمه من هنا على كلمه من هناك قامت خناقه بينهم وساتومي اتهورت وقتلت تشاسياتو. فتسومي تسكت؟ لا طبعا، خدت المسدس وقتلتها، ومن هنا الكل نزلوا قتل في بعض لحد ما للاسف كلهم ماتوا وهم ابرياء، واللي عاشت هي يوكو المذنبه الوحيده اللي عملت كل ده. بعد اللي حصل ده يوكو انهارت وبدات تحس بالذنب، فراحت فتحت الباب لشويه وقالت له انا اسفه، وطلعت تجري على فوق. في الوقت ده شويه ما كانش فاهم اي حاجه فنزل بسرعه علشان يشوف في ايه، فاتصدم من منظر الجثث وفضل يعيط. بعدها طلع ورا يوكو وفضل يدور عليها لحد ما لقاها ميته، فعرف انها انتحرت ورمت نفسها من فوق، ففضل يصرخ زي المجنون من كل ده. بعد شويه شويه كان هدي خلاص فلبس هدومه ورجع الغابه تاني علشان يروح لكوادا ونوريكو المكان اللي اتفقوا عليه، وساعتها بيكون ماشي بالعافيه وبيسند نفسه على عصايه كده. وعلى فكره نوريكو برضه بتطلع تجري في الغابه زي المجنونه وبتدور عليه هي التانيه، فبتقابل في سكتها متسوكو، فمتسوكو ما بتضيعش وقت وبتخرج سلاحها وبترفعه على نوريكو، ولسه هتقتلها بتاخد بالها من المعلم كيتانو فبتخاف وبتطلع تجري. بعدها شويه بيجي هو التاني وبيكون جاب اخره حرفيا وبيقع في الارض قدام نوريكو، فنوريكو بتجري تطمن عليه، وفي الاثناء دي المعلم كيتانو بيجي
بيجي وبيديها شمسية علشان المطرة وبيسيبها وبيمشي. لأن بالمناسبة يا صديقي كيتانو بيحب نوريكو أكنها بنته بالظبط، وده لأن هي الوحيدة اللي كانت بتحترمه وبتعامله كويس. عامة مش هنقف في الجزئية دي كتير، لأن على الناحية التانية هيروكي كان لسه بيدور على كوتو وبيدخل مبنى كده وبيفضل يدور فيه عليها. العبرة إنها بالفعل بتكون في المبنى ده، لكنها بتكون خايفة منه لأنها بتحسبه عاوز يقتلها. وللأسف أول لما بيقرب منها بتترعب وبتضربه بالمسدس اللي معاها. وللأسف يا صديقي هيروكي قبل ما يموت طلب منها تهرب من هنا بسرعة، وعرفها إنه جاي علشان يحميها بس، واعترف لها بحبه ومات. فكوتو بتتصدم وبتندم ندم شديد لأنها اتسرعت وقتلته، وبتفضل تعيط جنب جثته لحد لما متسوكو جت وقتلتها جنب هيروكي. فبس بتستعد بقى متسوكو علشان تخرج، فكيري بيجي هو كمان وبيضرب عليها نار، فبتمثل ان الرصاصه جت فيها وبتقع على الارض. فكيري بيقرب منها وبياخد منها المسدس، واول ما بيديها ظهره بتسعقه بالصاعق وبتوقع منه السلاح وبتخبطه بالمنجل في صدره، لكنه ما بيموتش ولا بيتاثر بسبب الواقي، وبيزقها بعيد وبيضربها بالرصاص لحد ما بتموت الحمد لله. فبس بكده بيكون فاضل 7 طلاب بس والباتل رويال تنتهي. تاني يوم اليوم التالت والاخير من اللعبه بنشوف شينجي لسه شغال على اللاب وبيحاول يخترقها، واصحابه الاتنين بيصنعوا قنبله بالحاجات اللي هو طلبها منهم. فبس بيفضل بقى شينجي شغال على اللاب لحد ما بينجح وبيخترق النظام وبيعطله تماما. ساعتها الجنود كلهم بيتوتروا وبيكونوا مش عارفين هيتصرفوا ازاي، فكيتانو بيروح وبيفصل الاجهزه كلها وبيطلب منهم يشغلوها تاني. في نفس اللحظه دي شينجي والاتنين اللي معاه كانوا بينقلوا القنبله اللي صنعوها وبيحطوها على العربيه، وقبل ما يتحركوا كيري بيجي وبيقتل واحد منهم وبيفضل يضرب نار على شينجي وصاحبه الباقي. فشينجي بيضرب عليه نار هو التاني وبيحاول يهرب هو وصاحبه، بس للاسف كيري بيقتل صاحبه وبيموت بين ايد شينجي. وقتها شينجي بيتجنن وبيطلع يجري زي المجنون وبيضحي بنفسه وبيفجر القنبله على امل انه يموت ويموت كيري معاه. ومن شده الانفجار اللي حصل شويا واللي معاه جم وما لاقوش اي حاجه غير النار اللي في كل مكان، وللاسف شافوا كيري لسه عايش. بس ده مش معناه ان شينجي ضحى بنفسه على الفاضي، لا، لان كيري فقد بصره تماما بسبب الانفجار. كوادا استغل الحوار ده وهجم عليه بالبندقيه بتاعته وقدر يفجر دماغه. وبس في النهايه ما بيتبقاش غير كوادا وشويا ونوريكو، وحاليا الثلاثه بيروحوا لمكان ما في الجزيره وبيقعدوا يتكلموا شويه. وفجاه وبدون اي مقدمات كوادا بيرفع عليهم المسدس وبيقول لهم انتوا وثقتوا فيا قوي، وعلشان اخرج من الجزيره دي لازم اقتلكم، وبيضرب طلقتين بالمسدس بتاعه. طبعا كل اللي حصل ده بيوصل لكيتانو وبيامر فورا بانهاء الباتل رويال بفوز كوادا، وبالتالي الجنود بياخدوا بعضهم وبيسيبوا الجزيره كلها وبيسيبوا كيتانو. بعد اللي حصل ده كوادا بيروح يقابل كيتانو في المكتب بتاعه. ساعتها كيتانو حاول يستخدم الريموت ويشغل السلسله، لكن السلسله ما اتفعلتش، وده طبعا بسبب الاختراق اللي شينجي عمله قبل ما مات. وبسبب كده برضو كيتانو صدق ان شويا ونوريكو ماتوا مع انهم عايشين وكوادا ما قتلهمش. وحاليا جم هم تانيين المكتب عند كيتانو. في اللحظه دي فضل كيتانو يبرر تصرفاته بان الطلاب بتوعه بيتريقوا عليه واولاده ما بيحبوهوش وبعدها طلب من نوريكو تقتله لان هي الوحيده اللي احترمته، بس نوريكو ما قدرتش تعمل كده. فكيتانو خرج المسدس بتاعه ورفعه عليها، فشويا خاف عليها وقتله هو. العبره ان المسدس بتاع كيتانو كان مزيف ومجرد مسدس ميه، وكان بس بيخوف بيه نوريكو علشان تقتله. بس خلاص حصل اللي حصل، وفي النهايه الثلاثه بيخلعوا السلاسل من رقبتهم وبيركبوا مركب وبيكونوا في طريقهم للمدينه. وهم لسه في قلب المركب كوادا بيشكرهم علشان ساعدوه، وبيموت هو كمان منتحر بسبب السيجاره المسمومه اللي كان بيشربها. اوعى تنسى يا صديقي انه مش قادر يعيش من غير كيكو صديقته اللي ماتت. وبس يا سيدي في النهايه بيرجع شويا ونوريكو المدينه، وهنا بتكون المصيبه لانهم اول ما بيوصلوا بيلاقوا نفسهم مطلوبين للعداله. ليه بقى ما نعرفش، بس هيبان قدام. المهم ان بعد 3 سنين من هروب شويا ونوريكو اعداد الضحايا زادت جدا بسبب قانون الباتل رويال. فكرد فعل لكل ده شويا اسس منظمه تحارب القانون ده، وبسبب كده بقى اكتر مجرم مطلوب من الحكومه، وده راجع لكميات العمليات التفجيريه اللي بتعملها المنظمه بتاعته. العبره هنا ان بسبب اللي شويا عمله ده الحكومه بالفعل لغت قانون الباتل رويال وعملوا لعبه جديده اسمها العداله، وهنعرف قدام بالتفصيل هي عباره عن ايه. حاليا بنشوف بنت قاعده على الارض وهي حزينه جدا وبتحكي ان من 3 سنين ابوها مات على ايد تلاميذه، وعلشان البنت دي تعرف ابوها مات ليه قررت تشارك في اللعبه هي التانيه. وبالمناسبه البنت دي تبقى بنت المعلم كيتانو اللي شفناه قبل كده. عامه بعد مده بنشوف مجموعه من الطلاب راكبين الباص بتاع المدرسه بتاعتهم ومروحين، وفجاه الباص بيدخل بيهم نفق، فهوب الكل بيناموا وبيصحوا يلاقوا نفسهم لابسين سلاسل في رقبتهم، فبيتوتروا لانهم مش فاهمين في ايه، وبيتوتروا اكتر واكتر لما بيشوفوا الباص متحوط بالجنود والصحفيين من كل مكان حرفيا. بعد شويه الباص بيقف والجنود بيدخلوا الباص وبيخرجوا كل الطلاب اللي فيه وبياخدوهم بالعافيه وبيدخلوا بيهم مبنى غريب كده زي السجن بالظبط. بعد ما بيدخلوا بيجي المعلم ريكي وبيعرفهم انه المسؤول، وبيبدا يكتب على السبوره اسماء كذا دوله زي اليابان والصين والعراق وي 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 الى اخره. فالطلاب بيكونوا مش
فاهمين اي حاجه، فبيحاولوا يهربوا لكن الجنود منعوهم ورجعوهم مكانهم بالعافيه. في اللحظه دي ريكي كان خلص كتابه في اسماء الدول وبدا يقول لهم ان كل الدول دي حاربت الولايات المتحده، وبسبب الحرب دي مات 8 مليون شخص. وفجاه وهو بيتكلم واحد من الطلاب بيحدف عليه سكينه، بس ريكي حظه حلو وما بتجيش فيه، فبيمسك السكينه وبيكمل كلامه عادي وبيقول لهم ان المنظمه بتاعت شويه بتستعد حاليا للحرب في جزيره ما، والحرب دي هتكون ضد البالغين. بعدها بيقرب من الطالب اللي حدف عليه السكينه وبيمسكه من رقبته وبيخوفه وبيرجع له السكينه تاني وبيرجع يكمل. بيعرفهم ان مصاريف الطلاب اللي في سنهم عاليه وبتكلف الدوله كتير جدا، وبيقول لهم كمان ان المبالغ دي خساره فيهم والدوله ما بقتش قادره على المصاريف دي، علشان كده الدوله قررت انكم تروحوا تحاربوا. وبيبدا يعرفهم شروط الحرب دي بانها عباره عن مسابقه زي الباتل رويال بالظبط، لكنها هتنتهي لما حد فيهم يقتل زعيم المنظمه شويه خلال 3 ايام. بعد كده بيوريهم الخط الابيض المرسوم على الارض وبيعرفهم انه خط بيقسم الاوضه لقسم الخاسر والفائز. الفائز اللي هيشارك في المسابقه، والخاسر هو اللي هيرفض يشارك وده هيتقتل. الكلام ده بيرعب كل الطلاب حرفيا. فبس ريكي بيبدا بقى ينادي على اسماء الطلاب واحد واحد بحيث يشوفوا هيعدوا الخط ويشاركوا ولا لا. وبدون تفكير اول حد بتشارك وبتعدي الخط هي شيوري بنت المعلم كيتانو. بعدها الطالب تاكو بيضطر يشارك هو التاني، وناو صديقة تاكو بتعدي هي كمان وبتروح تقعد جنبه. فبس بيفضلوا بقى الطلاب يعدوا الخط واحد ورا تاني لحد ما بنوصل لطالب رقم 15 شينتارو والطالبة فوكودا. في اللحظة دي شينتارو بيرفض انه يعدي الخط ويشارك، بس فوكودا بتعدي عادي. فشينتارو بيتعصب وبيتكلم مع اصحابه وبيحاول يقنعهم ما يشاركوش وانهم مش لازم يحاربوا، بس محدش بيسمع كلامه ولا بيهتم بيه علشان خايفين. وقتها المعلم ريكي بيقرب منه هو والجندي وبيخلي الجندي يضربه طلقة في رجله وبيوقعه على الارض. فكل الطلاب بيتصدموا وبيفضلوا يصرخوا من المنظر. فتاكو بيقرب من شينتارو وبيحاول يقنعه يعدي الخط ويشارك علشان ما يموتش، لكن شينتارو بيعيط وبيرفض وبيكون مصمم ما يشاركش. وللاسف الشديد بيتقتل في مشهد محزن جدا وما بيتبقاش منه غير الكرة بتاعته اللي عليها توقيع كل اصحابه اللي بيحبهم. فتاكو بيمسك الكرة دي وبيفضل يعيط، وفجأة وبدون اي مقدمات الكل بيسمعوا صوت صفارة كده وبيلاقوا الصوت ده خارج من سلسلة فوكودا. فبيترعبوا وبيكونوا مش فاهمين اي حاجة. فريكي قال لهم انا نسيت اقول لكم ان الطلاب اللي عندهم نفس الرقم مصيرهم بيكون واحد، يعني شينتارو كان رقم 15 وفوكودا نفس الرقم، ولان شينتارو مات فوكودا لازم تموت هي التانية. والكلام ده ينطبق على الكل طبعا الكل اترعبوا لما سمعوا الكلام ده، وفوكودا انهارت من الرعب وقعدت تجري شمال ويمين على امل يعني اي حد ينقذها. لكن في النهاية السلسلة بتتفجر وبتموت هي التانية. بعد المنظر الرهيب ده كل الطلاب بيشاركوا بلا استثناء بسبب خوفهم، وكل واحد فيهم بياخد شنطته وبيلبس درعه وبياخد سلاحه وبس. بيتم نقلهم في اكتر من سفينة تاني يوم الصبح بحيث يروحوا الجزيرة اللي شوية والمنظمة بتاعته معسكرين فيها. وطبعا كل واحد في طلاب بيكون معاه رادار موضح لهم كل معالم الجزيرة، وكمان منطقة الريد زون اللي بيحصل فيها انفجارات كل ساعة. وزي ما عارفين السلسلة بتتفجر لما الطالب بيدخلها. المهم السفن بتفضل ماشية بيهم لحد لما بيقربوا من الجزيرة. وقتها كل حاجة بتكون تمام التمام. اللي مش تمام بقى ان فجأة بيتضرب عليهم نار من الجزيرة وبيموت واحد منهم ووراه واحد وهكذا. ومش كده وبس، لا في سفينة بتتفجر بالطلاب اللي فيها كمان، وبسبب كده اي طالب مات بيموت وراه طالب اللي عنده نفس الرقم، والسلاسل بتاعتهم بتتفجر واحدة ورا التانية. وبالمناسبة يعني اللي بيضرب نار عليهم هم شوية ورجالته. وحرفيا يا صديقي عدد كبير من الطلاب بيموتوا حتى قبل ما يدخلوا الجزيرة، وبعد معاناة بيوصلوا الجزيرة. في الوقت ده بينزل عليهم رصاص من كل مكان، وبالتالي في 2 كمان بيموتوا. بعد شوية طيارات الجيش بتطير من فوق الجزيرة وبتحدف لهم ذخيرة الأسلحة بتاعتهم. فالكل بيطلعوا يجروا علشان يجمعوا الذخيرة دي، وبيفضلوا يجروا وسط الرصاص اللي نازل عليهم من كل حتة، لكنهم بيقدروا يوصلوا للذخيرة وبياخدوها وبيطلعوا يستخبوا في مكان كده، وبيبداوا يجهزوا الأسلحة بتاعتهم ويعبوا الذخيرة وبيقوموا يتحركوا من تاني. في الأثناء دي الطالب شوجو بيدوس على لغم أرضي وبيتفجر بيه، بس ما بيموتش لكنه بيتصاب إصابة خطيرة. فأصحابه بيقفوا جنبه وبيحاولوا يوقفوا النزيف بتاعه، وفجأة بيتصدموا لأنهم بيلاقوا السلسلة بتاعته اشتغلت وعلى وشك الانفجار. فبياخدوا بالهم ان طالبة ميكي واللي هي نفس رقم شوجو مستخبية في ريد زون بسبب رعبها، وبتكون حرفيا منهارة من الرعب وتوتر. فاصحابها بينادوا عليها فبتطلع من المخبأ بتاعها وبتقرب منهم، بس بسبب خوفها بتحاول تطلع تهرب بعيد، وهوب السلسلة بتتفجر وبتموت. فشوجو بيعرف انه هيموت هو التاني، فبيطلع يجري بعيد عن باقي اصحابه وبيودع صديقه تاكو وبيطلع يضرب نار على افراد المنظمة، وساعتها بياخد طلقة في دماغه وبيموت. بعد كده الطلاب بيطلعوا يستخبوا في مبنى كده بحيث يشوفوا هيعملوا ايه، وحرفيا بيكونوا زعلانين جدا على اصحابهم اللي ماتوا. وبرضه يا صديق بنعرف ان بين الطلاب دول في طالبة اسمها كوزي مريضة سكر، وبنشوفها وهي بتاخد الانسولين وبتكون هتموت من الزعل هي التانية. على الجانب الاخر في الاثناء دي بنشوف جزء تاني من الطلاب ماشيين في مكان ما في الجزيرة، وفجأة وهم ماشيين واحد فيهم بيدوس على لغم وبيتفجر وبيموت وهو متعلق
في مشهد بشع، فالطلاب اتصدموا من المنظر لكنهم بدأوا يهدوا بسبب الفخاخ والألغام اللي حواليهم. بس المشكلة هنا بقى إن بسبب الطالب اللي مات ده السلسلة بتاعت البنت اللي نفس الرقم بتشتغل، فبتفضل تصرخ وبتوتر الكل حرفيا. فأصحابها وتاكو سمعوها وحاولوا يروحوا ينقذوها، فشيوري رفعت السلاح على تاكو وعلى صديقها اللي عنده نفس الرقم بتاعها وطلبت منه ما يتحركش من مكانه، وده لأنه لو مات هتموت هي التانية ومش هتعرف تقتل شوية. أما بقى الطالبة اللي السلسلة بتاعتها اتفعلت بتتفجر وبتموت. ومش كده وبس، جثة الشخص اللي اتعلق بسبب اللغم بتقع على الأرض، ومن حظهم الأبيض بتقع على لغم، ومن هنا بقى عينك ما تشوف إلا النور، وكل الألغام بدأت تتفجر وبيموت طلاب بسبب الانفجارات دي. في المجمل بعد كده كل الطلاب بيتجمعوا وبياخدوا بعضهم وبيقربوا واحدة واحدة من المبنى اللي فيه شوية. ساعتها بيفضلوا يضربوا نار على بعض لحد لما بنت من المنظمة خدت بالها من السلسلة اللي في رقبة الطلاب، فبتتصدم وبتعرف شوية اللي بيتصدم هو التاني، وبعدها على طول بيوقفوا إطلاق النار على الطلاب. وده يعرفنا إن المنظمة ما كانتش تعرف من الأول إن دول طلاب أصلا، وبالتالي لما عرفوا وقفوا إطلاق نار عليهم. عامة الطلاب لما لقيوا الضرب وقف اقتحموا المبنى ودخلوا جوه. في الأول لما دخلوا الأوضة كل جنود المنظمة طلعوا وحاصروهم بالأسلحة بتاعتهم وطلبوا منهم ينزلوا الأسلحة بتاعتهم، بس الطلاب خافوا يعملوا كده، وطالب منهم كان غضبان قوي على أصحابه اللي ماتوا، فتهور وضرب نار على جندي من جنود المنظمة وقتله، وبسبب كده بقى أصحابه قلدوه وبدأوا يضربوا نار هم التانيين. طبعا جنود المنظمة ما سكتوش هم التانيين وضربوا عليهم نار وقتلوا عدد من الطلاب، وقتلوه هو التاني برصاصة في نص دماغه، وبسبب اللي ماتوا السلاسل بدأت تتفعل من تاني. فشيوري اتجننت ومسكت بنت صغيرة كده كانت موجودة في المبنى وعايشة مع المنظمة واستخدمتها كرهينة علشان تضغط على شوية ويخرج لهم. فشوية زعل جدا وطلب من صديقته في المنظمة تفعل نظام الاي ام بي. في نفس الوقت ده السلاسل كانت بتتفجر في الطلاب وبتقتلهم. وعلى فكرة شيوري سابت البنت واعتذرت لها كمان وبدأت تستعد لموتها هي وباقي اصحابها، لكن قبل ما السلاسل تتفجر رجالة شوية جابوا جهاز الاي ام بي وشغلوه، فحصل عطل في النظام والسلاسل ما انفجرتش. واللي حصل ده جنن كل المسؤولين والجنود، فالمسؤول بعت شوية جنود على الجزيرة علشان يشوفوا في ايه. في نفس الوقت ده جنود المنظمة كانوا قبضوا على باقي الطلاب ودخلوهم الأوضة اللي فيها شوية وباقي الجنود، فالطلاب كانوا مرعوبين. وتاكو اترعب ساعتها لما شاف بنت خدت ناو وبدأت تعمل حاجة في السلسلة بتاعتها، بس بيطمن هو والباقي لما بيلاقوا البنت دي عطلت السلسلة خالص وخلعتها من رقبتها. بعد كده شوية بدأ يتكلم معاهم وحكى لهم انه من 3 سنين نجا من اللعبة هو وصديقته وهربوا لبلد تانية متدمرة وفيها أكتر من 4 مليون لاجئ بسبب الحرب، لكنه زي ما شاف الدمار شاف الأطفال والابتسامة والفرحة بتاعتهم. تاكو لما سمع كلامه ده ما اهتمش بيه نهائي وزعق له بسبب اصحابه اللي ماتوا بسببه، فشوية زعل وعرفوا انه هيفضل يقاتل لحد لما يمنع اللعبة دي ولحد لما يخلي الأطفال اللي هنا يبتسموا ويفرحوا زي الأطفال اللي شافهم. العبرة ان في وسط كلامهم ده الجنود كانوا وصلوا للجزيرة وبدأوا كمان يقتحموا المبنى، فرجالة شوية لاحظوهم وجم عرفوه هو والباقي، فشوية طلب منهم يستعدوا وياخدوا الطلاب دول ويودوهم في حتة أمان، وبالفعل ده اللي حصل والجنود جم أخدوا الطلاب ومشوا. بس وقتها شيوري رفضت تمشي معاهم وسألته بيحس بإيه لما بيقتل، فشوية استغرب منها وما ردش عليها. بعدها عدد من الجنود دخلوا الأوضة، فشوية مسك سلاحه وبدأ يقتل فيهم بكل مهارة زي المجنون وبالفعل قتلهم كلهم. فشيوري استغلت الفرصة وخدت السلاح من الجندي اللي مات ورفعته على شوية لكنها ترددت، فشوية جري بسرعة وزقها في الحيطة وقال لها لو رفعت السلاح ما تتردديش. في نفس اللحظة دي بره بقى وجنود المنظمة بينقلوا الطلاب بيلاقوا الجنود اللي مسؤول باعتهم قدامهم، فبيحصل بينهم معركة وبيفضلوا يضربوا على بعض نار. وللأسف في خلال المعركة دي في طفل من أطفال المنظمة بيتقتل بين ايد تاكو، فتاكو بيتجنن وبياخد السلاح بتاعه وبيقتل في الجنود وبيتحالف مع المنظمة وبيقدر يخلص على آخر جندي منهم وبيكون مصدوم ساعتها. بعد كده بيرجع الأوضة لباقي الطلاب وبيلاقيهم ملمومين على صديقتهم اللي اتصابت في المعركة وبيكونوا هيموتوا من الزعل، وللأسف البنت دي بتودعهم وبتطمنهم وبتموت في مشهد حزين وسط زعل من أصحابها. فتاكو بيتجنن عليها وبيروح يمسك في شوية وبيفضلوا يضربوا في بعض هما الاتنين. بعدها تاكو بيزعق له وبيقول له كلكم زي بعض زيكم زي البالغين. فشوية بيزعل من كلامه قوي وبيقول له انه كان نفسه يعوض الناس اللي ماتوا بس مستحيل يعمل كده، علشان كده قرر انه ما ينساش اي حد مات. وتقدر تقول يا صديقي ان كلام شوية ده اثر فيهم جدا وبالاخص في شيوري اللي بدأت تفتكر ابوها وبتفتكر لما كان بيكلم معاها وبيديها اكل. وكمان يا صديقي تاكو بيفتكر هو التاني لما امه نقلته للمدرسة دي وسابته لوحده فيها وسافرت، وقتها تاكو كان زعلان جدا لانها اتخلت عنه وسابته ومشيت. وكمان شوية بدأ يفتكر صديقه نوبو وكوادا وبدأ يكلم نفسه ويقول لهم انا هقاتل لحد النهاية وموتكم ده مش هيضيع على الفاضي. وبيفتكر كمان الزعيم بتاعه الزعيم ميمورا لما كانوا في معركة وللأسف خد رصاصة فادى لشوية السلاح بتاعه وعينه القائد، وقام بسرعة هو وباقي رجالته وفجروا مباني مهمة جدا عند الحكومة. وعلى فكرة بسبب الانفجارات دي بنت المعلم ريكي ماتت وبيتجنن وبيزعل جدا لما بيفتكرها. في العموم تاني يوم لما الامور بتهدى شوية بيصور فيديو بيبثه في العالم كله وبيقول فيه للعالم كله انهم مكملين مهما حصل، وبيشجع الناس كمان انهم
يقاتلوا معاهم وبدون اي مقدمات، والبث شغال في صواريخ بتنزل على المبنى اللي هم فيه وبتدمر جزء كبير منه. وللاسف الشديد يا صديقي بيكون في ضحايا من ضمنهم ست من جنود المنظمه. الست دي عندها طفل صغير، فوهي بتطلع في الروح بتدي طفلها لطالبه من الطلاب وبتطلب منها تاخد بالها منه، وبتموت في مشهد احزن ما يكون. على الجانب الاخر في مقر المسؤولين بنلاقي الجنود والمعلم ريكي مستغربين، وده لانهم مش عارفين مين اللي حدف الصواريخ دي، لكنهم بيعرفوا انه رئيس الوزراء اللي عمل كده لما بيتصل بيهم. فالوزير بيعرفهم انه جاله اتصال من الرئيس، والرئيس طلب منه يخلي الجنرال يقصف الجزيره بالكامل باللي فيها. الكلام ده ما بيعجبش ريكي وبيزعل رئيس الوزراء وبيتخانق معاه وبيقول له يعني انت بتتصرف على مزاجك وعاوزنا ننسف جزيره؟ هو مش كده وبس، لا ريكي بيوري له رقبته اللي بيكون فيها نفس السلسله بتاعت الطلاب. فرئيس الوزراء اتصدم وامر قائد الجيش يجهز نفسه وياخد قواته ويطلع على الجزيره ويصفيها الاول قبل ما يقصفوها بالصواريخ. فالقائد بيقول له تمام وبيبدا يجهز قواته. اما ريكي فبيتعصب قوي وبياخد بعضه وبيمشي. على الناحيه الثانيه الطلاب كانوا بيحرقوا جثث اصحابهم اللي ماتوا بسبب الانفجار وبيكونوا زعلانين جدا جدا. بعدها شويه بيقعد مع تاكو وبيعرفوا انهم حفروا انفاق تحت الجزيره دي، وبيطلب من تاكو ياخد الاطفال اللي هنا وباقي الطلاب ويهربوا منها. فتاكو بيتصدم وبيساله هو ناوي يعمل ايه، فشويه عرفوا انه هيقاتل هو وباقي الجنود بحيث يوفر لهم وقت يهربوا فيه. فتاكو بيتضايق قوي وما بيعرفش يرد عليه. عامه تاني يوم الصبح بدري المنظمه بيصحوا بدري وبيبداوا يجهزوا نفسهم وبيوزعوا نفسهم على المبنى كله علشان يستعدوا للجنود اللي جايين عليهم، وبرضه الاطفال بيجهزوا نفسهم علشان يمشوا ويهربوا. بس في طفله منهم اسمها جين بتروح لشويه وبتعرفوا انها عاوزه تقعد وتدافع معاهم. فشويه بيبتسم كده وبيديلها السلاح بتاع القائد ميمورا وبيطلب منها تحمي باقي الاطفال وهم بيهربوا. فجين بتقتنع وبتاخد منه السلاح وبتمشي هي وباقي الاطفال. بعد كده تاكو وباقي الطلاب بيودعوا شويه وبيمشوا هم التانيين. فشويه بيلاحظ ان شيوري ما مشيتش معاهم فبيسالها ليه، فعرفته انها تفضل هنا علشان تشوف النهايه بنفسها. بعد شويه الجنود بيوصلوا للجزيره وبيبداوا ينتشروا حوالين المبنى. فشويه والباقي بيفضلوا مستنيين لحد لما بيقربوا من المدى بتاع الرصاص بتاعهم وبينزلوا فوقهم بالقناصات بتاعتهم وبيقتلوا فيهم واحد ورا تاني، وكل حاجه بتكون عالي العال. والجنود بيقعوا في الفخاخ كمان، لكن عددهم بيكون كبير جدا وعدد كبير منهم بيجري ناحيه مدخل المبنى. في اللحظه دي كان في 2 من جنود المنظمه مستخبيين، فاول لما عدوا ضربوا عليهم نار، بس الجنود قبضوا عليهم وبداوا يجرجروا فيهم بكل قسوه وحدفوهم من مكان عالي هما الاثنين وقتلوهم. في الاثناء دي الطلاب كانوا في النفق وفي طريقهم للهروب زي ما اتفقوا مع شويه. بس فجاه تاكو بيقف وبيقول لهم انا حاسس ان اخسر حاجه لو مشيت، وبيعرفوا انه هيرجع. وحقيقه مش هو لوحده اللي بيرجع، بل في 2 بيرجعوا معاه. في نفس الوقت ده في ارض المعركه كان كله نازل قتل في كله، وللاسف في واحد من زعماء المنظمه بيموت. فشويه بيتجنن وبيفضل يضرب على الجنود نار وهو بيصرخ. وكمان يا صديقي الطلاب ال3 وصلوا هم التانيين للمعركه وبداوا يساعدوا هم التانيين، وفجاه في طالب منهم بيتصاب بكذا رصاصه وبيموت للاسف قدام عيون تاكو. وتاكو ما بيلحقش يزعل اصلا لانه بيلاقي الجنود جايين عليه، فبيطلع يجري هو والباقي لحد لما بيوصلوا المكان كده. فصديقاته اللي رجع معاه ودعوا ورجع للجنود من سكات وفضل يضرب عليهم نار. ومش كده وبس، لا مسك مدفع وضربهم بيه. بعدها تاكو قابل شويه، فشويه استغرب وساله رجع تاني ليه. فتاكو قال له انت قلت اننا لازم ما ننساش اصحابنا. وهم بيتكلموا حصل عليهم هجوم والجنود اقتحموا المكان وفضلوا يضربوا نار على شويه والباقي، بس شويه واللي معاه قدروا يقتلوا كذا جندي منهم. وفي اللحظه دي القائد ساكاي صديق شويه بيتصاب بالرصاص، فشويه بيسحبوا المكان امن. فساكاي وهو بيطلع في الروح طلب منه يقاتل لحد النهايه ومات. فشويه بيغضب جدا وبيخرج غضبه كله على الجنود وبيقتل فيهم زي المجنون. ومش هو لوحده اللي اتجنن، لا في بنت في المنظمه كان معاها مدفع وضربته في الجنود ودمرت المكان على دماغهم. الحركه دي وفرت وقت لشويه والباقي علشان يهربوا، بس ساعتها القائده ماكي رفضت تهرب وطلبت من شويه يهرب لانه لازم يقاتل لحد النهايه. فشويه سمع كلامها وخد تاكو وشيوري وهربوا بسرعه قبل ما الجنود يوصلوا. ويا دوبك هربوا من هنا الجنود وصلوا وقتلوا صديقه ماكي وكمان ضربوا ماكي رصاصه. فماكي استخبت وشغلت قنبله كده وفضلت تقاتل في الجنود لوحدها لحد ما ماتت للاسف. في نفس الوقت ده شويه واللي معاه كانوا بيهربوا. ساعتها قابلهم قائد في الجيش، فشويه مسك عصايه حديد وطعنوا بيها في بطنه بكل مهاره. وعلى الرغم من كده القائد ما ماتش وكان هيقتل شويه بالمسدس، بس تاكو انقذه وضرب القائد ده بمدفع ونسفه حرفيا. بعدها راحوا هو والشوري يطمنوا عليه، وفجاه ريكي دخل عليهم وهو ماسك ورد شينتارو وعرفهم انه بقى في صفهم وطلب منهم يهربوا هم كمان علشان يكملوا اللي هم بيعملوه ده. بعد كده وسع لهم الطريق علشان يهربوا وانتحر هو بالسلسله اللي في رقبته. جايز يكون ريكي عمل كده لانه حس بالذنب على الطلاب اللي ماتوا. عموما ده مش موضوعنا، لان حاليا القنبله اللي ماكي شغلتها انفجرت وقتلت كل الجنود اللي جوه المبنى. والحمد لله شويا وتاكو وشيوري قدروا يتفادوا الانفجار وخرجوا من المبنى، بس المشكله ان كان في جنود في انتظارهم عند المدخل. فبناء عليه شويا واللي معاه فضلوا يضربوا عليهم نار ويقتلوا فيهم، لكن الوضع كان صعب وعددهم كبير جدا جدا. وبسبب كده شيوري بتاخد طلقه هي كمان، فشويا بيجري بسرعه وبيساعدها
بيساعدها وبيسحبها ناحيه المبنى، وتاكو كمان بيغطي عليهم وبيقتل في الجنود لحد لما دخلوا المبنى. ساعتها شيوري بدات تتكلم مع شويا وسالته عن البنت اللي كانت في الصوره اللي ابوها رسمها وقصدها على نوريكو. فشويا بيستغرب جدا بانها عارفه نوريكو، فشيوري بتصدمه وبتعرفه انها بنت كيتانو اللي هو قتله. فشويا بيزعل وبيعرفها ان نوريكو املها الوحيد في مستقبل كويس وابتسامه جميله. بعدها بتموت شيوري للاسف وهي بتعيط وبتكره ابوها وبتعتذر لشويا وبتموت في مشهد حزين جدا. بعد كده تاكو بيجي وبيزعل جدا لما بيشوفها، فشويا بيديله سلاح وبيخرج مسدسه من جيبه وبيطلعوا هما الاتنين يجروا ناحيه الجنود زي المجانين. بعد مده بقى القصف بيشتغل على الجزيره كلها وحرفيا الجزيره بتتدمر. بس الشيء المفرح ان الجنود ما بيلاقوش جثه تاكو وجثه شويا بعد 3 شهور بقى، وتحديدا في منطقه جبليه معزوله في دوله تانية. بنلاقي ناو وباقي اصحابها لابسين لبس غريب واقفين مستنيين حد معين، وبالفعل بعد مده الحد ده بيوصل في عربيه وبيطلع انه تاكو شويا. طب نجوا ازاي من الانفجار والجنود؟ ربك وحده والمخرج هما اللي يعرفوا. المهم انهم فرحوا جدا لما شافوهم وقعدوا يتنططوا زي المجانين، وكمان جين رجعت لشويا سلاحه فشويا شكرها. بعد كده بتظهر نوريكو هي التانية وبتفرح جدا لما بتشوف شويا. وبس في النهايه شويا بيودع كل الطلاب وبيعرفهم انه موجود لو احتاجوه في اي وقت، وبيسلم على تاكو. بعد كده بيركب عربيته هو ونوريكو وبيكونوا في طريقهم لدوله جديده وحياه جديده. وبس كده بيخلص الفيلم والسلسله كلها عامه. ما تنساش بقى الصلاه على النبي وذكر ربنا واللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، سلام.